السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع العمدة. 6 نقط في غاية الأهمية حصل عليها النادي المصري بجدارة كبيرة بعد فوزه في الجولة العشرين على إنبي بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة 21 على طلائع الجيش بهدف نظيف. وزي ما قلنا لحضراتكم في الحلقات السابقة إن الجولتين دول على وجه الخصوص أهم جولتين في مشوار النادي المصري السنة دي. ولو عايز تتأكد من كلامي ومن مدى أهمية الجولتين دول، بص حضرتك لجدول ترتيب الدوري، هتلاقي قفزة هائلة للنسر الأخضر. المصري بعد المباراتين دول بقى عنده 28 نقطة في المركز السابع، والفرق بينه وبين أندية القاع وصل إلى 11 نقطة و12 نقطة و14 نقطة، بعد ما كان الفرق بينه وبين المركز الأخير 8 نقط بس. تخيل بقى حضرتك لو كنت خسرت المباراتين دول أو تعادلت فيهم، أو خسرت واحد وتعادلت واحد، أو كسبت ماتش وخسرت ماتش، كان إيه اللي هيحصل دلوقتي؟ الحمد لله على نعمة الفوز، وخصوصا ال6 نقط دول. لكن عشان يكمل الحلو في النادي المصري ونتقدم أكتر وأكتر في الجدول، لازم نقفل صفحة إنبي والجيش حالا ونبدأ نفكر في اللي جاي. طب إيه هو اللي جاي؟ المفروض المباراة اللي جاية للنادي المصري هتكون مع الزمالك، لكن احتمال كبير تتأجل بسبب مشاركة الزمالك في إفريقيا. طب سيبك دلوقتي من ماتش الزمالك، عندنا إيه غيره؟ عندنا البنك الأهلي وحرس الحدود، فرقتين في قاع الجدول، وطبعا محتاجين أي حاجة. يعني لو معرفوش يكسبوا هيلعبوا على التعادل، على اعتبار إنه نقطة أحسن من مفيش. طب احنا المفروض نعمل إيه بقى؟ نشد حيلنا عشان ناخد ال6 بونت دول كمان، عشان نعمل قفزة تانية في الجدول، لكن المرة دي نحو المربع الذهبي إن شاء الله. خلاصة القول، عايزين نحافظ على اللي عملناه قدام إنبي والجيش من أداء ونتائج وروح عالية، لأن الدوري لم ينتهي بعد، لسه فيه 13 جولة، يعني لسه 39 نقطة بحالهم في الملعب. شدوا حيلكم يا رجالة النادي المصري، احنا لسه منتظرين منكم الكتير. النادي المصري يستحق يكون في مكان أفضل من كده. أعزائي المشاهدين والمتابعين، إلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع العمدة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله.